لا ده الحلولي مبسوط. من احلى واجمل المسلسلات اللي انت ممكن تتفرج عليها الفتره دي هو مسلسل مطعم الحبايب. مطعم الحبايب تاليف مريم نعوم اللي انا شخصيا بحبها جدا وببقى مبهوره باي عمل هي بتعمله، وببقى عارفه ان هو هيكسر الدنيا. مسلسل بيحكي على ديدي وصبحي اللي هم من عالمين اصلا مختلفين خالص. صبحي عنده عربيه كبده في شارع المعز، بس عنده امل ان هو يطور العربيه دي وتبقى محل، بس هتحصل حاجه كده تخلي حلمه ما يتحققش. ديدي بقى فهي فود بلوجر وبنت متدلعه جدا بتخش مسابقه، والمسابقه دي هتقلب حياتها. فؤاد الشيف ابو المجد اللي المسلسل كله بيقوم عليه وعلى المطعم بتاعه. انا مبهوره باداء احمد مالك. انتوا كمان لما هتتفرجوا هتشوفوا قد ايه احمد مالك اتطور في التمثيل. اتطور تطور عادي، لا ده اتطور بطريقه مرعبه. بصوا بعيدا عن اي حاجه، بيومي فؤاد عامل دور عظمه، بعيدا عن الكوميديا خالص عامل دور مسطره ولا غلطه. كنت مستنياه يعمل لنا البشاميل بس طلع تستس. انتصار واسلام من الناس اللي شغاله في المطعم، وكالعاده انتصار بتبهرك باي دور هي بتعمله. مسلسل اصلا تحس ان انت بتتفرج على فيلم من افلام ديزني، وصوت سوسن بدر بقى جه يكمل لك الموضوع. رابع عمل لاحمد مالك وهدى المفتي مع بعض، وبصراحه هم دويتو ناجح جدا.